شفنا البارح ديجا مع القرعه تعطات بروغرام واجد ناضي، كل واحد عارف راسو فين غيلعب، فين غيجلس. شفنا الناس خوتنا ما عرفت كي داروا معنا البارح، عرفت كيفاش غيكونوا، واش غيكونوا نعسوا مرتاحين زعما البارح ما عندهمش مشكل، غيكونوا زعما بكل الشفافيه والوضوح. مي بون 4 تيرانات في الرباط، بالاضافه كيف قلنا ال4 تيرانات، الملعب الكبير ديال الرباط، ملعب الاولمبي، ملعب البريد، ملعب مولاي الحسن. 4 ديال التيرانات ب 70 30 30 30، 3 التيرانات ديال 30 والكبير ب 70. كازا، دونور، الرباط كيف قلنا 4، كازا، فاس، مراكش، اكادير وطنجه. طنجه تا هو واحد 70,000 ولا 75,000. 9 ديال الملاعب، اول مره في التاريخ ديال كوب دافريك غتلعب كوب دافريك ب9 ديال الملاعب في 6 ديال المدن مغربيه. شنا حتى اللمسه ديال التقديم ديال المنتخبات اللي مشاركه، كل واحد عطوه كيفاش البلد ديالو، كيفاش التعريف كانت جميله القصه، ولا كانت ليدي كانت زوينه. شنا البارح ملي خرجوا لي جروب ملي خرجوا كل واحد عرف راسو فين غيلعب فين غيجلس. الناس انا تفرجت شويه البارح في المصريين ما فهموش اش واقع، قالوا قال شنو واش هذه ياك ماشي كوب دوروب ولا كوب دي موند اللي غنعيشوا حنا، نسخه مصغره من كاس العالم ان شاء الله. حنا شفناها البارح. ملاعب ان شاء الله كلشي غيكون واجد، كلشي غيكون ناضي في انتظار معقول ان شاء الله اللي غنهضروا عليه من بعد. كنظن الامور واضحه، الملاعب بغات تكون واضحه، كلشي واضح. التقديم كان في مستوى كبير، قرعه في مستوى كبير، الاحتفال كان مستوى كبير، كاع الناس اللي كانوا حاضرين ردود الفعل كانت جميله جدا البارح. والحمد لله هذا هو اللي كيخلي انك تكون يعني فرحان، هو ان يعني منك يجيو يحضروا الناس ويبداو الاراء ديالهم تكون اراء اللي هي ايجابيه، يحسوا انك كيرتاح وكاين استعداد على مستوى. انا النقطه اللي عجبتني هو ان تخصيص يعني ملعب للمنتخب الجزائري، تفاديا لجميع المشاكل، تفاديا لهذا. ملعب مولاي حسن كنظن هو اللي غادي يكون مخصص للمنتخب الجزائري باش ياخذ المباريات ديالو، مع ربما غيحتضن المباراه ديال التومون. فكنظن هذه من الافكار اللي ربما بالاتفاق بين الجامعه وبين الاتحاد الافريقي، باش كاع هاد اي حاجه ممكن انها تثير مشكل ولا تخلق ازمه ولا انها تعكر الجو ديال هذا الكاس الافريقي اللي غيكون ان شاء الله في المستوى ما خصهاش تكون. فكنظن ان وفرت الملاعب مهمه بزاف اللي غتلعب فيها المباريات الرسميه، وكذلك الملاعب ديال التدريب، سواء بالنسبه للمنتخبات سواء بالنسبه للحكام. يعني المغرب من دابا هو كيعد يعني الكاس العالم بهذا التظاهرات اللي غادي يحتضن، واللي مازال ان شاء الله يكونوا تظاهرات اخرين. فكنظن بان هذه الوفره ديال الملاعب ويعني الحله اللي غادي يكون فيها من هنا ان شاء الله لشهر 12 بدايه ديال كاس افريقيا، كنظن بانها غتعطي يعني صوره ايجابيه بواحد الشكل كبير، لا على المغرب ولا على البنيه التحتيه اللي ولا كيتوفر على المغرب. ونتمناو هذا الشيء يتعزز، لان اهم حاجه في هذا الشيء كامل هو النتائج اللي غيحققها المنتخب الوطني المغربي. ممكن تكون نسخه ناجحه، ولكن الا ما كانش نتائج ايجابيه بالنسبه يعني المنتخب الوطني، كنظن بان الجماهير ما غتكونش راضيه، وكنا ما نكونوش راضيين بطبيعه الحال، لان كنا مغاربه وكنا باغيين المنتخب الوطني يتوج باللقب. فانا كنظن باش زعما هذه النسخه يكون عندها نجاح على جميع المستويات، كنظن العامل الاساسي المهم هو النتائج اللي غيحققها المنتخب الوطني، ويخلي يعني كاس افريقيا حيه الاخر مباراه ان شاء الله ديال الفينال، ويكون التتويج باللقب باش تكون فرحه على جميع ربوع ديال المملكه. وهذا الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله، نتمناو الخير. كنظن بان المغاربه ولا الجمهور المغربي ولا اي متتبع عارف بان المغرب عنده حاجه وحده، يدي كوب دافريك، ما عندوش خيار ثاني ولا ثالث ولا رابع. حاجه وحده اللي عندنا هي غاديو كوب دافريك ان شاء الله. نتمنوا ان وليد واللعابه يوجدوا راسهم مزيان، باقي لهم فرصه. بعدا باقي عندنا الاقصائيات ديال كاس العالم، نفكوا هذه الاقصائيات بعدا 2 ماتشات اللي جايين في مارس و2 في سبتمبر. ببقى مستغرب جدا في حالات طلاق كتيره في مجتمعنا العربي، وهيدا الطلاق الزايد اللي كتير في قسوه. هو مش عيب ان يبقى في طلاق، لان الراجل تزوج بسيده وما انسجموش مع بعض. ونتكاليفوا الكوب دي موند باش ندخلوا ان شاء الله حنا مكاليفين الكوب دي موند ونقضيو الغرض في كوب دافريك. كنظن مجموعه
حنا ما كنهضروش حتى على المجموعه ونهضروا على ثمن النهايه، كنهضروا على الجروب. ولكن غريب الماتش الاول كيف قلنا جزر القمر، الماتش الثاني مالي، الماتش الثالث زامبيا. المجموعه الثانيه مصر، جنوب افريقيا، انغولا، زيمبابوي. المجموعه الثالثه نيجيريا، تونس، اوغندا وتنزانيا. المجموعه الرابعه سنغال، كونغو، بنين وبوتسوانا. المجموعه الخامسه الجاره الشرقيه، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه والسودان. والمجموعه الاخيره مجموعه قويه، كوت ديفوار، كامرون، الغابون والموزمبيق. مجموعات مزيانه، منتخبات اللي تكاليفاو هما اللي شدوا لو ريتم من الكوب دافريك اللي فاتت وبقاو في نفس المستوى ديالهم. نتمناو نشوفوا كوب دافريك اللي يكون فيها جمهور كبير، يكون نجاح على جميع الاصعده. تنظيميا كنظن بان كل ذات فيفا كنظموا كوب دافريك. تنظيميا انا كيف قلت لك الحضور الجماهيري بالنسبه لي انا غادي يكون مزيان، ولكن غيتزاد وتكون يعني الاهتمام في جميع المباريات. كنظن الى المنتخب الوطني يبقى غادي كيحقق نتائج اللي هي ايجابيه، لان دائما غيبقى عاطي للكاس افريقيا داك الطعم والحلاوه ديالها، ويخلي الحماس عند الجماهير المغربيه. لان لا قدر الله كانت شي نتيجه ماشي هذيك، اكيد غتكون خيبه ديال الامل اللي كبيره بزاف. بالتالي الجماهير كما كنظنش خرج المنتخب ديال البلاد المنظم والمنتخب اللي معولين عليه يكون. انا كنظن وليد سمعت التصريحات ديالو، يعني الاشياء اللي تكلم عليها ولا الوصفه اللي تكلم عليها، جوج ديال العوامل ديجا متوفره. ان هو المنتخب يعيش كعائله، وحنا عارفين بانهم دائما يعني باستثناء يعني بعض يعني الاشياء اللي كتكون بسيطه كنعرفوا انهم كيعيشوا مزيان بوليد، كيفاش انه التواصل وكذا. الامر الثاني هذا مفروغ منه الدعم الجماهيري. احنا شفنا في قطر وفي غيره من الدول دائما المنتخب وراه جميع الجماهير المغربيه كتكون حاضره، فما بالك من انها غتكون في المغرب. فاكيد لما غتلعب غتلقى يعني الملعب كله عامر يعني بالاعلام الوطنيه وبالقميص ديال المنتخب الوطني. كيبقى امر واحد هو اللي مرتبط بالعمل داخل ارضيه الملعب، هو اللي عليه المسؤوليه ديال وليد كراكي والاطقم اللي معاه كاملين، هو ان اللاعبين يكونوا واجدين تقنيا ذهنيا بدنيا باش انهم يحققوا نتائج اللي هي ايجابيه. لان نسخه ب 24 منتخب ما بقاتش سهله بالنسبه لكاس افريقيا، ولكن المنتخب عنده قيمته، عنده نجوم كبار. استفدنا من درس ديال كوت ديفوار، شفنا شنو وقع. بالتالي اليوم خصنا نعدوا جميع يعني المعطيات التفاصيل الدقيقه باش ان شاء الله اللقب يكون من نصيب المنتخب الوطني. نتمناو كيف قال التصريح ديال وليد البارح، قال كان الضغط ما كيخلعنيش، وعارف ان المغاربه كيتسناو مني كوب دافريك. كنظن زعما الامور واضحه، هو عارف شنو باغي وعارف شنو باغيين منه، والجمهور المغربي حتى هو عارف شنو باغي. كنظن بان الظروف كلها مواتيه، غادي نلعبوا في التيرانات ديالنا، نلعبوا في الجمهور ديالنا بالجو ديالنا، الجو الاوروبي العادي اللي كيلعبوا فيه كاع اللاعبين. غادي نلعبوا بجميع الظروف ديالنا. المنتخب ما عندوش خيار، عنده خيار وجوج وثلاثه واربعه ديال كل بوست فيه 4 5 اللعابه تيسخف، تيبقى يشوف على خاطره ويدير اللي بغى على خاطره. كنظن بانه من دابا لي دات فيفا اللي بقاو حتى لديسمبر عنده متسع من الوقت. حيد علينا كوب دي موند، كنظن بان بقات لينا خطيبه وحده في مارس غنفكوا هذا الفيلم هذا. يبقى لنا لوساكا، نمشيو ان شاء الله نكونوا ديجا مكالفين، نمشيو لوساكا حنا مكالفين. كنظن كوب دي موند نتكالفوا ليها عادي. ابخي عندنا نبريباريو ان شاء الله من هاد لي دات فيفا مارس وحنا غاديين حتى لديسمبر، بيد ما نوجدوا ان شاء الله. اول مره غادي نشوفوا كوب دافريك في ديسمبر، جو غادي يكون جو اوروبي عادي، كلشي غيكون مقاد، التيرانات مقادين، الامور واضحه. نظن والد عنده واحد اكثر من 100 لعاب بارتو دون لو موند اللي يقدر يجيب منها اللي بغى. حنا يخرج لينا 26 لعاب تكون ناضيه ولا 30 لعاب تكون ناضيه، تدخل تقضي الغرض. ما شغلناش شكون غيجي شكون غيلعب شكون غيجي شكون غيلعب، هي مسؤوليته. ولكن حنا المهم عندنا هو الانتصار بطبيعه الحال، لان